السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا هو الدرس الأول من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة من دروس كتاب الإمام الفوزاني حفظه الله، المسمى من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. كتاب مكانسا هذا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. كتاب جامرة درسي جلقباتي يجتشاد. هذا كوني من أصولون هندوان عقيدة أهل السنة والجماعة الرأيية. إذن أشار صاحب الكتاب إلى أن ما كتبه في هذه الرسالة بعض من معتقدات أهل السنة والجماعة وليس كله. وأن أهل السنة والجماعة اتأمنا قلبي تهدة قلبي تيادا نرى قريد ملي هند في تنبر سنجتو أخيك، حيث قال من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. هاتوغا ونما ناس تبر فمكوني أصول عقيدة أهل السنة والجماعة الرأي. أصول عقيدة والمراد من الأصول أي معتقدات. وان أهل السنة والجماعة اتأمنا يوخان قلبي تيادا الرأي إسين أنبري سودي مكوني جتوسات. أصول أهل السنة والجماعة الرأي والنجي أمكم مالي يوجدت ما يصير الرجل بمخالفتها مبتدعا ونمني توكتي إسي بلي السودان مبتدعي تهوتو مالجم أصول عقيدة أهل السنة والجماعة جم. والمراد من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة ما بسبب مخالفتها يصير الشخص ماذا؟ من أهل البدع. إذن نمني وان أسكيسة بريفة مخان الرا توكو يوفالس يصير ماذا؟ أهل البدع انتهى أجتون. وممن كتب حول هذه وهي أصول عقيدة أهل السنة والجماعة كان كيستي والربر السراي أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه أصول السنة. ماذا سماه؟ أصول السنة. كنس بتدعيسين في كتابا. وكذلك الكتاب المسمى شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. سجل هذا الكتاب، كتابة كان بتدى حالا وكتابة وان أصول أهل السنة أجي أم كتابة وللتكابير النسن. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة كتابة جام. كتابة كان الرت كتابا كان الرت وني بريفة مكون مالني أصول عقيدة ماليتي أهل السنة والجماعة وني أصول جاء مكوني مال إني يوجدت وأن متي التي يعد والمراد سجل هذا. والمراد بأصول عقيدة أهل السنة والجماعة ما يعد الرجل بمخالفتها من أهل البدع. ما يعد الرجل بمخالفتها من ماذا؟ من أهل البدع. أصول ما يكتم مالي مال أصول عقيدة أهل السنة والجماعة وقوس جاني هيكم ما نساتو المسائل التي يعد بمخالفتها الرجل من ماذا؟ من أهل البدع. واضح لحد؟ واضح التعريف؟ إفادة وأن من إسيفا للسودان مالتأو أهل البدع تو. انتبهوا أيها الأحبة، عندنا أصول الإسلام وعندنا أركان الإسلام وعندنا أصول السنة. واضح؟
أصول الإسلام هي الأصول الثلاثة التي هي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذه كم أصول؟ وهذه الأصول الثلاثة. أصول أهل السنة ولا أصول الإسلام؟ هذه أصول الإسلام. إسلام مسلم ما جاءمه فو إثين تنمو أصوله. واضح يا جماعة؟ وأما نحن في ذكر أصول ماذا؟ في ذكر أصول عقيدة أهل السنة. إيجا مسلمة بعدما آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كان مسلمة تأتامر إيجو ما ربي أماني دين تس أماني نبي محمد تس أماني. وهذه ثلاثة هي التي تسمى أصول الثلاثة، وهي واجبة على كل مسلم. ولهذا قال صاحب أصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، ثم قال ماذا؟ وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذه الثلاثة تسمى ماذا؟ الأصول الثلاثة، أصول الإسلام، أصول الدين. ثم عندنا أركان الإسلام. كم أركان الإسلام؟ إذن الإسلام لها أصول وهو الأساس، والإسلام له أيضا ماذا؟ أركان. ولو كم أركان؟ 5. ولو كم أصول؟ 3. إسلام من بؤورا وان إرتي إجارمي مسرتي أجتلا من نكون أما مسرتا قبا ركنيس قبا من قبا مسرتي وجوجن أصوله الذي يبنى عليه. وأما نكون إرقى دكاء مكان كلابا كيسا البيسن مال جانين أصول جانين أساسه بؤورا إساء مسرتي إسان. ثم لهذا البيت ماذا؟ أركان 4. أركان 1 2 3 4 صح ولا لا؟ فكذلك أن للإسلام أصولا 3، ثم أن للإسلام أركانا 5. ثم بعد هذا أن أمة الإسلام لا بد من أن تفترق، لا بد، لأن هذا مما قدره الله قدرا وكونا في القدر الكوني. وان أمني إسلاما قرقربهون هفن قبني بجيتا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا في حديث عرباض بن سارية. ثم في حديث 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: وهي ما أنا عليه وأصحابي. هؤلاء الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الذين يسمون أهل السنة والجماعة. مسلم توتا واللبسان كيسا إسان كون أهل السنة والجماعة جأمنية من إسان أهل السنة والجماعة جأمنية من كوني إسان كم يوجد الذين لم يخالفوا أصلا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. ورين أصلي تقولهم فالسين أصول أهل السنة والجماعة وان جامع لبكاء من روان تقول كان فالسين. إذن حتى لا نخالف أصول عقيدة أهل السنة والجماعة لا بد من أن نقرأ ونعرف هذه الأصول. أكا أصول التيسن فالسين عقيدة أهل السنة والجماعة راهم باني بجدة مال بيكون برباتيز. أصول التين نمني ويسير رابه عقيدة أهل السنة رابه إنما يتسيبت برون نرتي وجب. ولذلك كتب الأئمة في هذه المسائل، يعني مسائل الأصول، أصول عقيدة أهل السنة والجماعة كان كيستي كان علماء بريسا أكأت أصول سنرت إفيدي عقيدة أهل السنة والجماعة درجته. فإذا خالفت إذن أصلا من هذه الأصول يو أصليتك، يعني مسألتك وخيستي يو خلافة قرتي قوان كتب ميسا ديمتي فأنت ماذا؟
لا شك مبتدع. إذن إنما يصير الرجل مبتدعا بسبب مخالفته هذه الأصول. وأن نمني دوكو إتي مبتدعين وسبب مالتين، سبب مالتين أصول عقيدة أهل السنة والجماعة وانجي أمتخنا يفلس. واضح يا جماعة؟ فلو قال لك رجل فلان مبتدع، أبلونكم مبتدعين وصونا من تكو خيس إنجي، ماذا تقول له؟ بماذا خالف أصول أهل السنة والجماعة؟ نعم، أن أهل السنة لهم أصول. أهل السنة أصولك أبني وايونا من إسيتي أمني أهل السنة جام إسيسا نرى تقيو خلف مبتدعي جام تجرى. ما الذي خالفه هذا الرجل من تلك الأصول؟ أصولتي سنرى مال بلس جتي قافت. واضح يا جماعة؟ إذن قافة كن أدسني به أكنومتي قرتي وداجو تأنين مجال دي مرة حفتي جتشورات مرة مبارك فلان مبتدئ يوسين جل مبارك فلان مبتدئ. طيب بماذا خالف عقيدة أهل السنة والجماعة؟ عقيدة أهل السنة والجماعة مال فالس، لأن أهل السنة لهم أصول. أهل السنة أصولك أبني يو أصول سنفالس لمن مبتدئيت ما أصول سنكيسا مال فالس. كان جتة قابته في مو لا بد من معرفة ماذا؟ هذه الأصول. أصول ويونا من إسي فالس مبتدئيت وسني قرؤون بيكون حفظون واجب. صح ولا لا؟ يو أكن أنتاني أكنومت برابلو مبتدئين نمني يو نما كوما تقو متي مليونين تقو أبلو مبتدئ رجاء نمتي مبتدئين وندندو إلا إن خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. أبلو كن أهل السنة يو نمني مليونين تقو إسانجي أهل السنة وندندو إلا إن كان على موافقا لأصول أهل السنة والجماعة. يو أصول أهل السنة والجماعة قد أمجرات ملي يو عالم الكون كنغرتي لا لما يو نمني باقيين تقو يتوخي أبلو شبلو علماء أهل السنة شبلو أهل السنة يوجي أكسما ودي إنما أصول أهل السنة كيسالامامتي تقو فالسيجرات فلا يكون من أهل السنة حتى يتوب ويعلن توبته ويرجع إلى ذلك الأصول. هم قر أصول سنيتي ديبود. إذن في هذه الرسالة رسالتي تنان كيستي كتب العلامة الفوزان حفظه الله ورعاه بعض تلك الأصول التي يعد من خالفها ماذا؟ من أهل البدع. وأن من يوتو كتي إسيفها اللس إتي مبتدئة هرّا قارينو كتبه. وكتب بعضها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب سماه أصول السنة. وكتب الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في كتاب سماه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وكتب بعضها شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه منها كتابه عقيدة الواسطية، كتاب عقيدة واسطية يا مكيسد. وكذلك كثير وكثير جدا من علماء أهل السنة والجماعة نموت بايتو بريس جتشادا. طيب إذن عرفتم ولا ما عرفتم معنى الأصول؟ وأما معنى الأصول بحسب اللغة ما هو؟ بحسب اللغة ما يبنى على جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، هذا بحسب اللغة. وأما بحسب ما نحن بسدده أما والنونت أما التجر فالمراد به ما هو؟ ما يعد الرجل بمخالفتها من أهل البدع. والنمني يوئسي خلفه مبتدئ جم. لماذا سميت هذه الأصول التي إن خالفها الرجل مبتدعا أصولا؟ أصولا والنمني يوئسي فالس مبتدئ التنجام كني مالي أصول جأمتي يامم. لماذا سميت هذه المسائل؟ لماذا؟ مالي أصول جنة يامني إسيتا لماذا؟ واضح السؤال؟ واضح السؤال؟ قافيني فادا مالي بي إسين نمني يو إسين رجراتي أهل السنة جأم يو إسي كيسا تقفال لسن إتين نمني مبتدئ جأم. لماذا سمى العلماء هذه المسائل أصولا؟ مالي أصول جأني إسيتنا يابو دندان. واضح السؤال؟ السؤال واضح ولا ما واضح؟ لأن فهم السؤال مقدم على الجواب.
نما سؤال الدبهيفتو قافي دي بسودان ده. إذن أرجوني هذا السؤال واضح. لماذا سميت؟ سجل. وإنما سميت هذه الأصول أصولا لاشتهار أدلتها ووضوحها. لاشتهار أدلتها، أدلة نسي بكمتون جبات لو كتبت ونك أراو أستيسو كان عقيدة أراو جتشون بركنا بكتك نقرتو كان ربي سيوفك ووفقك الله فاشكر على نعمه. جبات لو حفظي. لماذا؟ لاشتهار أدلتها ووضوحها وإنما سميت هذه المسائل أصولا لاشتهار أدلتها ووضوحها واضحة. نمني قافة الراغورو دانتات الراغور سيسا مالي ولا عليه تيمت لا نمني حوات الراغور سيسا ووضوحها لا تخفى في الغالب على المسلمين. فمن خالف سجل فمن خالف في بعض هذه الأصول الواضحة الجلية قريد ما يسيك يست نمني قرتي فعل لسه نمني فعل لا دي مجيت توبار فهو مبتدع. فهو في بعض هذه الأصول الواضحة فهو مبتدع مفارق للسنة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى سفا صدميشن جوز صدميشن سفا إبا أفوريف كد أفوري الرد. معنى لان الرافور أمي دي بتلالو دندي ساجد. طيب إذن عرفتم معنى الأصول ولا ما عرفتم؟ وعرفتم إلا تسميتها أصولا ولا ما عرفتم؟ وطيب دبر قاري من هم أهل السنة والجماعة؟ من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأهل السنة والجماعة لهم أسماء ولهم أصول، سيأتي أصولهم وسيأتي أسماءهم مكان ثاني اللي قرين قنال السلوك. ومن أسمائهم كما كتبت في كتاب إرضاء الأطفال لمبادئ دين الإسلام، ومن أسمائهم أهل السنة، ومن أسمائهم أهل السنة والجماعة، ومن أسمائهم الجماعة، ومن أسمائهم أهل الأثر، ومن أسمائهم أهل الاتباع، ومن أسمائهم السلفيون، ومن أسمائهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. وهذا كله من أسماء أهل السنة قديما وحديثا. فمن قال أننا نكتفي باسم المسلمين مقام مسلم تودا جئو خنا قفلت نوجها نمني جئ فهو على منهج إخوان، منهج حسن البنا، قرا حسن البنا الرجل، وهم الذين ينكرون معدا اسم المسلمين. جرى وري مقام مسلمين كان على توان برا إنكار، وهم مخالفون للسنة. جر سنة رسول الله خلفا أكمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل اكتفى باسم المسلمين؟ لا. نبي ربي مقام مسلم تودا قفاني في لا قاف أمني إسلاما والأبدفا قاف مسلم توني حق الرجرات أكما براك أبا ملس نبي ربي إسلام ما برد. فقال هم الجماعة إسانس جماعة جأمني جدت الآن دبت أمة مسلمة كيسا. فقال عبد الله بن عباس هم أهل السنة أهل السنة والجماعة جأمني يا ممنيج. وثبت في زمن أتباع التابعين بإجماع السلف أنهم السلفيون وهم أهل الأثار وهم أهل الاتباع بدون خلاف خلافة قملت. وهؤلاء الذين ينكرون هذه الأسماء الشرعية مقاشر آن أي مكان ور إنكاركني لهم أغراض، كما قال ابن باز رحمه الله تعالى ور مقاكنا إنكارني دنتا براتي في دنتا نساني مالي أمني إسلاما عقيدان غرغر نمباسو نتي توكو جاني سغلي باي أرغتو في مرقارت ليتوصلوا بها إلى الكرسي غير كرسي تقو في ملي وليس للدين ديني ديمني ديمت. أما ديني ديمنان أمني إسلاما والأبو شكين أبو قدر ربي كيسدي دبرسو أمني إسلاما ترباتا ميسدي تبون شكي دوكو ملي رسول ربي دبت أصحابانا ما سقلت دبت
كان يمن أصحاب النبي ربي جاء نمني إيجا حق ورّا قرت بكة تربات مشهد الدبي أهل الحق أهل الباطل الدجور ورّي أهل الحق سن مقا أكك أبا النبي ربي رات أجين فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الجماعة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالهم حتى يأتي وعد الله إذن مقاخنا أكم قافة خلافنا جدو أمة إسلامات أرقمي مقام براء أكا ور حقات يجيرو ور باطلان مو أهل البدعي أكا جيمن وان ندرت كتابا دبتا مي دبري حرق قرتي خانا مرميني مقا ربين التنو يامي قفاني بجينا جتوني هذه شنشنة نعرفها إن يجي مالجي محمد مان الجامين إسيتنا إسني بينجر يا قوميوت يا حزبيوت يا أيها الإخوان يا إخوانوت ورا أدو بيخو إخوانو ميفي كأدوم بيخين إخوانو مجدو قرين بيخ إخوانو قرين مو أصمان بيخين كمبر إخوانات تنك أملا جري أدوم بيخين كمبر إخوانات تنك أمسوني يا ربي الدباسة دوبا دي بيونما ملا إن قال لي في إني من خروم إخوانا الرب ويمل إخوان من كبو جري الرب دان ما بيكينيا أما إسخان ودون بيكين ورك أمبرا إخوانا قرتي حرقوتا إخوانا سين ودون بيكين مالي سماع للغير نمو برا رجفتي ورو بقى ربنا كانوا نجي وان برام بربانو مذهب كم كيس جرا وني كنا نجرو ورا قرتي دان تابراتي وانا كنا أولولا كنا أوفو جلا جريسه مفهوم ولا لا يا جريستو دان أبدا كتابة جلا ديما ورنا ما شبسيتو جلا شبسينا جنان طيب نعم واقع كن واقع من ابن ربي وانا ارقم كان ارقموني ساحة فانقم انه من يعيش منكم فسيرى نارقى جيمون ارقى جنبي ربي وهذا مما قد فات قدر وكونا والابو وانا فانقمني اتكراك كيسا قبط ان دندأمو كان انبسون ايه كان ماري دوغما نوتيس تكوتانا جنابر مالي رتي تكوتانا غرو على الحق رتبر نمن ويامنا وري تكماتنا ما يامنا ما حقتنا ما يامي مالي اقيدان كينيا اكما جيروتي تهي تكوت كان نمني جي بر كنت تكمان جامو تكما جاما كون كيجيبو جاما بر آية ولتنا ما انقبن ولتك ابو يالو جاما آية نعم تعليفه آية ألف ما يا فضيلة شيخ العلامة تولي ثاني ابن الفوزان نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم مقدمته سيب قاقا وصلى الله على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين